السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح حاجة جديدة وهي ازاي ارصد ثوابت RTK. مثلا انا شغال في مشروع كبير. إيه، مشيت بالجهاز بعد مثلا 7 كيلو الجهاز مش بيفكسد معايا او كده. فالمفروض ان انا برمي لنفسي ثابتة او برجع اشتغل واسلسل ثوابت لنفسي. او مثلا معايا توتال في الموقع محتاج ان انا ارميله ثوابت. بنعملها ازاي؟ بنيجي هنا بوينت سيرفي اللي هي الرفع. بنيجي نختار هنا على دي، بنختار GNSS ونختارها. علامة الترس هنا دي الاعدادات بتاعت الرصد للثوابت. بندخل عليها لو انا عايز اعمل لها اعدادات او كده. بنيجي هنا على البوينت ستور اوبشن. الاوبزرفيشن كاونت هنا اللي هي عدد الرصدات. كل بيرصد دورتين، كل دورة تقريبا 15 ثانية او 20 ثانية. وهنا بوينت نيم انكريمنت ديت الزيادة بتاعت كل نقطة. يعني أنا رصدت النقطة ديت واحد، النقطة اللي بعدها هتبقى اتنين وهكذا. لو خليتها اتنين هيرصد أول نقطة هتبقى واحد، اللي بعدها تلاتة وخمسة وهكذا. دي عدد زيادة أسامي النقط. خلاص هنقول له أوكي. باجي لازم ألغي وضع IMU، نلغيه من هنا، وبعدين أظبط مية، وبعدين أرصد. هيبدأ يعد معانا أهو من 15 وأنا نازل. دي أول عد، وبعدين الجهاز يفصل ويرجع يعد العدة التانية زي ما احنا ظابطينه على اتنين. دي واحد اهو كده observation count واحد من اتنين. هيبدأ يعد التانية ما يفصل نو داتا. دي حاجة طبيعية، الجهاز شغال ومفكسد وكل حاجة، بس دي طبيعية في رصد الثوابت. خلاص كده بيرصد في التانية اهو. لازم اكون ظابط مية. خلاص كده العدتين بس كده. هنا عندي اهوت النيم، اسم النقطة اللي هي F112. ليكن مثلا نخليها مية. الكود بتاعها BM اللي هي ثابتة، وديت الاحداثيات بتاعتي. تمام. هنقول له اوكي. كده رصدها. بيقول لي سيرفي كنترول بوينت ريبورت، ده تقرير الثابتة بتاعتك. would you like to view now؟ انت عايز تعرضها دلوقتي؟ هقول له اوكي اعرضها. هنا البروجكت نيم ده اسم الفايل بتاعي، وده النظام UTM. هنا دي WGS 84. هنا دي الرصادات بتاعتي اهو اللي هو رصدها، وده المتوسط بتاعي. يعني دي الثابتة اللي طلعت لي، يعني هو بياخد كذا رصدة وبيطلع لي المتوسط بتاعه. هنا لاتيتيود ولونجيتيود وبس كده. هنا الوقت، هنا كولكت تايم وقت اللي خده 33 ثانية. وهنا ده الارتفاع بتاعي. خلاص وبنطلع. طب احنا عايزين نجيب التقرير ده، عايزين نبعته مثلا او عايزين نطلعه من الجهاز. بنطلع خالص وبندخل على الفايلز. خلاص بندخل على الانترنال ستورج هنا، وبعدين بدخل على التي سيرفي بروجكت. هدخل على البروجكت اللي انا عامله اللي هو اول واحد ده اللي اخره BB. ندخل عليه، هندخل على الداتا ونشوف الملف بتاعنا. هنا هي عندي كنترول بوينت A100 اللي احنا مسمينه، وده التقرير اهو. لو عايز افتحه خلاص هفتحه. طب احنا عايزين نبعته، بنيجي نعلم عليه كده وبنعمل شير، ونبعته بقى على الواتساب، على شريط بلوتوث، كويك شير، اي حاجة. دي اول طريقة معانا في رصد الثوابت الRTK. في طريقة تانية اسمها BBK ميجرمنت. بنجيبها منين؟ نطلع بره من قائمة سيرفي. برضو عندي BBK ميجرمنت، بندوس عليها.
هنا عندي اول حاجة النيم اللي هي اسم النقطة بتاعتي، هنخليها برضو ايه 101. الكود بتاعها بي ام ثابتة. عندي هنا تحت هنا الارتفاع بتاعي، الارتفاع بتاع الروفر. هنا السيتنج، الاعدادات بتاعة الثابتة. ديفولت بوينت نيم ده اللي هو ده هتبدأ بعدد تسلسلي من 1. طب بوينت نيم انكريزمنت اللي هي الزيادة اللي هيزودها لي في كل ثابتة انا هرصدها. يعني لو رصدنا الثابتة ديت 100، الثابتة اللي بعدها هتبقى 101، وهكذا. عندي هنا الاوبزرفيشن كاونت اللي هي اخر واحدة، دي عدد الرصدات اللي هرصدها. وليكن مثلا هنخليها 30. لو عايز اكتب رقم مش موجود عندي هنا، يعني هنا اخر 180، انا عايز اخليها مثلا 200، خلاص بنضغط هنا ونكتب له الرقم اللي احنا عايزين. هنخليها 20 ونقول له اوكي، وبعدين اقول له اوكي، وبعدين باجي هنا وارسم دبليكيت بوينت نيم، يعني الاسم ده موجود. خليها جي 1 واقول له اوكي وارسم. بدأ معايا هنا in progress collecting، بيعد 4 5 وهكذا، بيفضل يعد وبيجيب المتوسط لوحده وبيحفظه. في كل ثانية بياخد رصد. خلاص كده هو جاب لي 20 رصدة وخد المتوسط بتاعهم وسجله لوحده. طب انا عايز اشوف النقطة، هدخل على all بوينت تحت هنا، دي النقطة معايا بي كي جي 1، وديت الثابتة معانا اهي، دي الثابتة اهي. هنعمل نضغط عليها ويطلع لي قايمة، اختار ديتيلز، دي ظهرت لي الثابتة بتاعتي اهي، النورسنج والايستنج. الهايت ده اللي هو منسوب النقطة. بس كده، ونتقابل في فيديو جديد تاني ان شاء الله.